أم بتحكي لي إنها زمان لما كانوا ولادها صغيرين كانت دايماً بتشبههم بالأرنب والسلحفة. أهي صحيتي. كان الولد سريع الفهم وبيحفظ بسرعة جداً وبينجز واجباته، فكانت دايماً تشبهه بالأرنب. أما البنت بقى فكانت بطيئة جداً، بتاخد وقت طويل في الحفظ والفهم والحل، فكانت دايماً بتشبهها بالسلحفة. كانت على طول بتقارن بينهم ظناً منها إنها كده بتشجعهم. كبروا شوية الأرنب والسلحفة، واكتشفت الأم إن الأرنب متسرع في كل حاجة، مندفع في تصرفاته، ما عندوش خلق يقعد على المذاكرة. أما السلحفة فكانت متأنية جداً في خطواتها، صحيح بطيئة في أدائها، لكنها كانت مستمرة في تحقيق هدفها وبقت من المتفوقين، وكمان ختمت القرآن كله ما شاء الله. لكن في الحقيقة مش هي دي المشكلة. المشكلة الكبيرة إن السلحفة والأرنب ما طلعوش إخوات مترابطين، وما فيش بينهم أي ألفة وتعاطف وترابط، والحد لما كبروا كبر بينهم حواجز كتيرة وما بقاش بينهم أي تفاهم. الأم بقى بتحكي لي إنها لما كبروا الولاد بدأت تحاول تصلح وتقرب المسافات بينهم. المقارنة فخ كبير بيقع فيه معظم الآباء والأمهات بنية سليمة، فاكرين إني لما أقارن بين ابني وأخوه الأحرف أو الأسرع أو الأشطر إن ده ممكن يكون بيشجعه أو حتى يطور من أدائه. وساعات بنعملها بحجة أنا صريح، أمال أكدب يعني؟ ما هي دي الحقيقة. لكن مع الأسف بيكون المنتج النهائي حقد، كراهية، غيرة، إحباط ونفسيات مشوهة.